بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم غادي يكون حول القناعة وغادي يبينوا الدور ديالها الكبير اللي كتقوم به في حياتنا باش أننا نعيشوا مرتاحين ونعيشوا مطمئنين ونعيشوا راضيين. واش عمرك حسيتي براسك كتجري ورا شي حاجة وكتقول غير غادي نحصل على هاد الحاجة غادي نتهنى، لكن منين كتجيك هذيك الحاجة وكتولي بين يديك كتبقى تحس بفراغ؟ شنو السر؟ السر هو أن النفس البشرية بطبعها ما كتشبعش أبدا إلا في حالة وحدة، إلا إذا علمتها القناعة. القناعة بداية ماشي معناها أنك تحرم راسك، ماشي معنى أنها ما تكونش طموح، ماشي معناها أنك تكون جالس وما كتقلبش على الأسباب ديال الرزق وديال العيش وديال الطموح وديال أنك تولي أحسن، لكن معنى القناعة هو أنك ترضى بداك الشيء اللي قسم لك الله سبحانه وتعالى. القناعة هي أنك تعرف أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. خاصنا نعرفوا بأن الطمع كيجيب لنا غير الهم والكآبة والقلق والتوتر، أما القناعة فالعكس تماما، كتجيب لنا الراحة، كتجيب الطمأنينة، وكتجيب الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. والله سبحانه وتعالى أعطانا وصف شامل للناس اللي عايشين في الطمأنينة بسبب أنهم قنوعين، فقال: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شنو معنى الآية القرآنية؟ يعني أن الإنسان القنوع ما كيكونش مقلق وحزين بزاف على الحوايج اللي فاتوه في الماضي، وما كيغترش إلى جاتو شي حاجة جديدة، لأنه بكل بساطة عارف أن كل حاجة من عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء غادي بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. لذلك من أسباب الراحة النفسية إخواني أخواتي، أولا أنك تتقبل الرزق اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى كيف ما هو وتخدم بالأسباب، لكن ما تبقاش متعلق بالنتيجة. ثانيا أنك تقارن راسك بهذوك الناس اللي تحت منك في الدنيا، ماشي العكس، أنك تقارن راسك باللي الفوق باش تبقى حمد الله سبحانه وتعالى. إمتى خاصك تقارن راسك بالناس اللي الفوق؟ ماشي في الدنيا، في العلم، في التقوى، في الزهد، في طاعة الله سبحانه وتعالى، في البعد عن معصية الله عز وجل. هنا تقارن راسك بهذوك الناس اللي الفوق باش تكون بحالهم. أما في الدنيا قارن راسك دائما بالناس اللي تحت منك، بالناس المحرومين، بالناس اللي انت أفضل منهم من ناحية الرزق والمادة، باش أنك تعرف نعم الله سبحانه وتعالى اللي أعطاك، ثم تحاول أنك تشكر الله عز وجل على هذه النعم، وغادي يزيدك: لئن شكرتم لأزيدنكم. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول في هذا الصدد باش يبين لنا هذا المعنى: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان القنوع وخا تكون عنده شي حاجة بسيطة كيقول دائما الحمد لله، هذه من فضل الله، وكيلقى راسه دائما مرتاح، وكيلقى قلبه هاني، وعينيه ما كيكونوش طامعين في كل حاجة كيشوفوها. ختاما أحبتي، القناعة ماشي ضعف، لكن القناعة قوة داخلية. نتمنى تكون هذه الحلقة على بساطتها واختصارها نفعتنا، وما ننسوش دائما أننا نقول: اللهم اجعلنا من القانعين، وارضنا بما قسمت لنا، وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست بلسم الفؤاد، وموضوع جديد إن شاء الله. هذا أخوكم سفيان بادو يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.